هاد الفيديو غادي يلخص لك كاع داكشي اللي خاصك تعرف في 2 دقائق ولا 3، وغادي تشدي معلومات اكثر من فيديو في 10 دقائق وبدون فائده. لذلك اسمعني مزيان شنو غادي نقول. دابا انت ولا انتي عندك الامتحان ومخلوع شويه، كاين اللي حافظ وكاين اللي ناوي ينقل. المهم التلميذ في هاد الايام ستريس اللي كاجو كثر من اي حاجه اخرى، يعني الهدف الوحيد ديالو هو النجاح. ملي بدا العام وهو كيتسنى ديك الفرحه ديال النجاح، وهذا الشيء كيخلي الواحد يدير اي حاجه باش ينجح. لذلك كتلقاه الا ما كانش مراجعه وما حافظش كيفوت الاساليب اخرى باش ينجح وبلا ما نذكرهم، حيت كلشي عارفهم. وهذا الشيء كامل غير باش يفرح الوالدين ويفرح راسو ويتهنى ويكون سال الميسيون ديالو باش يفوت لمستوى اخر. لذلك اخويا ولا اختي انا نعطيكم بعض النصائح اللي يقدروا يعاونوك في الامتحان. في الايام الاخيره من يقرب الامتحان حاول تشوف المواد اللي فيهم معامل طالع وعندك معاهم ورجعهم، وما تراجعش كلشي وتبقى تالف ومشتت. حاول ترتب الافكار ديالك، اللهم تحفظ شي حاجه وتجيب النقطه فيها ولا ما تجيب والو. وهذا الشيء كنقوله بالنسبه للناس اللي ما حافظينش، اما اللي مراجع مزيانه ليهم غير راجعوا مزيان وصافي. ثاني حاجه يحاول الواحد يراجع راسو، ما يراجع مع حتى شخص ولا صاحبتك ولا صاحبي ولا هذا الشيء، يعني حيدوه من راسكم. حاولوا تراجعوا لراسكم وفي بيتكم. ثالث حاجه الواحد يرتب الوقت ديالو، ما يبقاش مشتت ويبقى كل مره فوقاش يحفظ. كل نهار دير وقيته اللي تحفظ فيها، والوقت راه كيفوش، خاص تحاولوا اطول وقت ممكن انه تكونوا تراجعوا فيه. رابع حاجه حاول تحفظ داك الشيء اللي مهم واللي يفيدك في الامتحان، ماشي تبقى تحفظ اي حاجه لقيتها تبقى تحفظها. ولا يوفق ويسهل عليكم كامل، وان شاء الله راكم كاملين ناجحين، وهذا الشيء اللي نتمناو لكم يا رب. ما تنساوش ان قبل ما تبداو تخدموا في الورقه ديالكم نهار الامتحان قولوا بسم الله وتوكلوا على الله، وان شاء الله ما يخيبكمش ربي. المهم كان هذا هو الفيديو، باش بلا ما نطول عليكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك. الى فيديو اخر ان شاء الله.